النهاردة هعمل أكلة جميلة جدا أنا بحبها وصحية جدا. طبعا ده بصل أنا مقطعاه ورشيت عليه شطة وكمون وفلفل أسود وملح. بعد كده يعني إيه هقلبهم بإيدي علشان البصل ياخد الطعم بتاع التوابل. كده أفضل ما نضيفه كده ونرش عليه التوابل. هضيف له كمان توم وكمان شبت وكزبرة خضرة، وهقلبهم كويس. وبعد كده ايه هبدأ اعمل الصينية بتاعتي اللي هي صينية سمك بالبطاطس. طبعا صينية سمك بالبطاطس مش معناها ان بطاطس كتير، بطاطساية واحدة بس. باخد بقى ايه طبقة علشان البطاطس يبقى ليها طعم. اخد طبقة صغيرة كده من البصل بالتوابل والخضرة، واضيف عليه البطاطساية الواحدة اللي ارصها كده، وارش عليها برضو شوية من البصل بالتوابل والخضرة. وهجيب السمك ايا كان نوعه، وقر، عروس، بوري كبير، ايا كان، واقوم ضيفها على الوش. وبرضو اضيف بصل بالتوابل والخضرة على وشها عشان يبقى ليها طعم. ممكن ازود شوية رشة توابل كمان على فكرة. وبعد كده بضيف لها الصلصة دي متسبكة او تبقى تقيلة علشان السمك هينزل ميته فما يبقاش كتير. حسينا ان الصلصة قليلة نزودها. وبضيف بقى فلفل اخضر عادي او حار حسب ما احنا عايزين، وشوية من البصل او رشة خضرة كمان، وبدخلها الفرن. وبتبقى طعمها جميل جدا وشكلها بيبقى احلى. جربوا الاكلة دي، هتلاقوها صحية وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا جدا جدا. ورشة الزيت اوعوا تنسوها عشان اهي لسه نسيت اقولها. يعني جربوها وقولوا لي حلوة ولا لأ، واستودعكم الله.